تخيل تسوي خدعة مو انت اللي قاعد تسويها، ما تحتاج خفة يد، ما تحتاج ورق لعب كامل، 16 كرت فقط، وتقدر تسويها باي ورق لعب، مو شرط ورق لعب احترافي، وتصير في ايد الشخص اللي قاعد تقدم له، يعني هو اللي يسوي الخدعة حق نفسه وهو اللي يبهر نفسه بنفسه. توزع ورق بشكل عشوائي كأنكم قاعد تلعبون بلوت، وتخلي الشخص اللي تقدم له الخدعة هو اللي يخبص الورق بنفسه، بعدين تأكد له ان الورق كله مخبوص، بعدين تطق صبعك تفرش الورق، كل الاوراق راح يكون ويهم لتحت ما عدا الاربع اكك ويهم لفوق. خدعة وايد تصدم، ما تحتاج خفة يد، وتصير بايد الشخص اللي قاعد تقدم له الخدعة، هذا احلى شيء فيها. راح اسوي لكم الخدعة هذه بجنجفة تسجيله، جنجفها وايد ممتازة حق لعب البلوت والكوت والهند، الورق وايد مرن وبنفس الوقت وايد قوي ومقاوم حق الماي. عندك دوانية او عندك جيم ومحتاج ورق، اطلب تسجيله من موقع مات شوب، راح احط لك بموقع مات شوب تحت في الديسكربشن. قبل لا ندش بالشرح خلوني اوريكم الفيديو اللي سويته بالسوشيال ميديا. الخدعة ممكن تتقدم بشكل سريع على السوشيال ميديا. بعلمكم خدعة بصرية جبارة. أول شيء نجيب ورق ونطلع الأربع إكك من الورق، نحطه على الطاولة قدام الشخص اللي نبي نقدم له خدعة بصرية. نقص من الورق 12 كرت بس، نحط 3 كروت فوق الإكة الأولى، 3 فوق الإكة الثانية، 3 فوق الإكة الثالثة، و3 فوق الرابعة. نقول حق الشخص اللي قدامنا اختار مجموعتين، مثلا اختار هالثنتين، نحطهم فوق بعض ونقول له لخبط كثر ما تبي. أول ما يخلص قول له اخذ المجموعتين الثانيين اقلبهم فوق حدر، بعدين لخبط نفس الشيء كثر ما تبي. أول ما يخلص أنت تاخذ المجاميع كلها وتحط كرت من اليمين كرت من اليسار، عشان تضمن لنا ما في شيء فيه خفة يد وكل شيء ملخبط مثل ما هو يبي. والساحر ما سوى ولا شيء، تثبت لنا هم ملخبطين، تحطهم على الطاولة قدامك. قول له شوف بعض الكروت ويهم لفوق، بعض الكروت ويهم لتحت، والإكك نفس الشيء، بعضهم ويهم لفوق وبعضهم ويهم لتحت. الحين اخذ المجموعة الأولى واقلبها كأنها صفحة كتاب فوق الثانية، بعدين اخذ الثانية واقلبها فوق الثالثة، والثالثة اقلبها فوق الأخيرة. أول ما اخلص اطق صبعي، لما اطق صبعي كل الكروت راح ينقلبون يصير ويهم لتحت ما عدا 4 كروت مثل ما قاعد تشوف قدامك. هذه نسخة السوشيال ميديا، بالنسبة لي عادية مو وايد واو. وايد احلى لما تقدم الخدعة هذه حق شخص وتقول له انت سوي كل شيء بايدك. لايك على الفيديو، بسم الله، وخلنا نبلش الشرح. تطلعون الاربع اكك من الجنجفة وتطلعون 12 كرت بالضبط، مو مهم ال 12 كرت هذيل شنو تسوون؟ تاخذون الجنجفة تطلعون 12 كرت تخلونهم على جنب، وتطلعون الاربع اكك تحطونهم على الطاولة. تقولون حق الشخص اللي قدامكم كل اكه من هذيل راح احط فوقها 3 كروت، كل اكه 3 كروت، كل اكه 3 كروت، كل اكه 3 كروت. تقول حق الشخص اللي قدامك اختار مجموعتين، مثلا اختار هالثنتين، تاخذ الثنتين هذيل وتحطهم فوق بعض وتقول له هاك لخبطهم كثر ما تبي. هو يلخبطهم مو انت كثر ما يبي، بس تحاول تركز انت كساحر ان الاكك يكون ويهم لفوق. لاحظ معي الاكك ويهم لفوق وباقي الكروت كلهم ويهم لتحت. تركز معاه شويه بحيث ان الكروت لما تطيح ما تنقلب، لما يرجعهم مثلا الكرت طاح كذي ما يرجع كذي، لا يرجع نفس ما كان، بس الاكتين اللي ويهم لفوق باقي الكروت كلها ويهم لتحت. اول ما يخلص يرجعها لك حطها على الطاوله، قول للأكت المجموعتين اللي بقوا ناخذهم ونحطهم فوق بعض، وابيك تلخبطهم نفس الشيء، بس قبل لا تعطيه اياه تلف الورق، تخلي الإكتين هم الكرتين الوحيدين اللي ويهم لتحت. هذا الشيء الوحيد اللي لازم اللي قدامك ما يلاحظه. تقدر اصلا تحط المجموعتين فوق بعض بالوقت اللي هو قاعد يلخبط، فما راح يلاحظ انك قلبتهم. الحين صار عندنا مجموعتين فقط، واحدة فيها كل كروت ويهم لتحت والإكتين ويهم لفوق، والمجموعة الثانية العكس بالضبط. اول ما يخلص تقول له شوف راح اثبت لك ان الورق صدق ملخبط. هني انت شنو تسوي؟ تحط كرت من اليمين كرت من اليسار لين تخلص الورق اللي بيدك. تسوي نفسك قاعد توريه ان بعض الاكك ويهم لفوق بعض الاكك ويهم لتحت، وبكذي انا اثبت لك ان ماكو شيء بيدي، كل شيء ملخبط قدامك. قول له راح اوريك اياهم بطريقه ثانيه. راح اوزع على الطاوله 4 مجموعات، تقدر تشوف ان بعض الاكك ويهم لفوق وبعضهم ويهم لتحت، بعض الكروت العاديه ويهم لفوق بعض الكروت العاديه ويهم لتحت، وبكذي انت تاكدت ان انا ما اقدر اسوي ولا شيء في خفه يد. هني انت تقرر تبي تبدي من اليمين او اليسار كيفك. شنو تسوي بعد الخطوه هذه؟ تاخذ اول مجموعه على اليمين او اول مجموعه على اليسار بغض النظر، تاخذها وتقلبها كانها صفحه على المجموعه اللي يمها، بعدين تاخذ المجموعتين تقلبهم كانهم صفحه على المجموعه اللي يمهم، بعدين تاخذ ال3 مجاميع تقلبهم كانهم صفحه على المجموعه الاخيره.
الحين لما توصل حق المجموعة الأخيرة راح تقدر تلمح أكيد كرت واحد على الأقل وياها لفوق. أنا بالحالة هذه قاعد ألمح إكة. شنو يعني؟ الخدعة خلصت على فكرة. شنو يعني لمحت الإكة؟ يعني الحين لما أفرش الورق كل الورق راح يكون وياها لتحت ما عدا الأربع إكك الوحيدين اللي وياهم لفوق. انزين خلنا نفرض وأنت قاعد تقلب لمحت كرت كذي عشوائي نفس 3 ديمن. شنو معناتها؟ معناتها الحين إذا فرشت الورق كل الإكك وياهم لتحت، أو عفوا كل الكروت المختلفة وياهم لفوق ما عدا الإكك 4 كروت فقط وياهم لتحت. فأنت تختار إما أنك تاخذ المجموعة الحين وتفرشها تقول شوف كل كروت وياهم لفوق بس في 4 كروت فقط وياهم لتحت، وتقعد تطلعهم حق الشخص اللي قدامك انه شوف بس الإكك وياهم لتحت. تقدر تسوي كذي تطول الخدعة. انا عن نفسي احب شنو اسوي؟ اذا شفت كرت واحد وياها لفوق مو إكة اخذ المجموعة كلها واقلبها اخلي الإكك بس وياهم لفوق واسوي الريفيل مالي كل كروت وياهم لتحت ما عدا الإكك، مع ان انت اللي لخبطت، انت اللي سويت، انا ما سويت ولا شيء، بس الإكك وياهم لفوق. انا احب اسويها كذي، احب اختصر قد ما اقدر، انا ما ادري ليش. انزين اذا وانا قاعد اجمع الورق لمحت إكة شنو معناتها؟ ما يحتاج اقلب المجموعه، سيده افرش. لمحت رقم غير الإكة، سيده اخذ الورق اسوي روحي قاعد اجمع واقلبهم، ما حد راح يقول لي ليش قلبت. عرفت؟ لان ما حد ناطر شنو بيصير، ما حد يدري شنو بيصير، فعادي تقدر تقلبها وانت قاعد تشيل الورق، تفرش فقط الإكك وياهم لفوق. اتس اب تو يو، انت تختار تبي تفرش تطلع الإكك ولا تبي تفرش وتسوي سسبنس اكثر، تقول شوف الورق عشوائي جي بس في 4 كروت وياهم لتحت. اول شيء خال الديمن، خال السبيت، خال الحاس وخال الكلف، دبوف صدمته، اخرت الصدمه شوي، سويت حركه زياده دراماتيكيه وانت قاعد تقدم الخدعه. انا عن نفسي افضل الطريقه الاولى، اني افرش كل كروت وياهم لتحت بس الإكك وياهم لفوق. شكل الورق اصلا وايد حلو والخدعه جباره، واصلا انت ما سويت شيء. فعليا انت تقدر تقول حق الشخص اللي قاعد تقدم له الخدعه ترى انا ما سويت شيء، انت اللي سويت كل شيء، وهم دبوف كل الخوال ويهم لفوق او كل الإكك ويهم لفوق. الخدعه جباره، ما تحتاج ورق احترافي. انا استخدمت ورق تسجيله. ليش استخدمت هالورق بالفيديو هذا؟ عشان اثبت لكم ان الخدع هذه تقدرون تسوونها باي نوع ورق، مو شرط ورق احتراف. هذا كان شرح الخدعه. الخدعه وايد بسيطه جباره، لا تحس انها معقده. اخذ ورق روح سوها، راح تضحك من كثر ما هي بسيطه. ساعات ترى انت راح تنبهر وهي قاعده تتقدم، تقول مستحيل الحين اذا فرشت بس الخوال فوق، تفرش بس الخوال فوق، شلون؟ ترى اول مره تعلمت على الخدعه رحت اديتها فرشت بس الخوال او بس الإكك وياهم لفوق، كنت انا مصدوم لان حرفيا ما سويت شيء. شلون صارت ما ادري، ترى لليوم ما ادري ولا مره حاولت افكر شلون قاعده تصير. ساعات احب اخلي السر، يعني انا ادري شلون تتقدم، خلاص ما ابي اعرف السر، خلني منبهر ومستانس. ان شاء الله استمتعتوا بالفيديو واستفدتوا منه. اكتبوا لي في التعليقات تحت شنو الاشياء اللي ودكم اشرح لكم اياها بالمستقبل. حطوا لي روابط الخدع اللي ودكم اسوي لها شروحات حق المستقبل. واذا اول مره تشوفوني انا اخوكم عبد اللطيف الصالح. هذه حساباتي بوسائل التواصل الاجتماعي، حسابي في سناب فوق واللي تحت مانو MANO، هذه حساباتي في الانستغرام والتيك توك. واهم شيء لا تنسون الاشتراك، حلم المليون قادم بقوه. خلاص بنوصل مليون في الانستغرام والتيك توك، الحين نبي مليون في اليوتيوب. فلا تنسون زر الاشتراك، شغلوا زر التنبيهات عشان يوم الثلاثاء لما انزل توتوريال يوصل لكم تنبيه وتكونون اول ناس شافوه. ونشوفكم يوم الثلاثاء الجاي. الى اللقاء.